ماذا قدمت الجزائر للقضية الفلسطينية؟ كيف كنعرفوا كاملين باللي الجزائر شعبا وحكومة تساند القضية الفلسطينية تحت الشعارات الرنانة مساندة فلسطين ظالمة أو مظلومة. الشعب الجزائري كله يتساءل أين تبون مما يحدث في فلسطين القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. لكن السؤال المطروح، واش كتساند فلسطين فقط في المواقع بالشعارات ولا كتساندها في الواقع بالأفعال؟ احنا الدولة الفلسطينية ما نتخلاش عليها، والفلسطينيين عارف مهما كانت الظروف. ما تروح يا سيدي حد ماسك ايدك. يا الجزائر وينكم يا المتبون وينكم يا تبون. هادشي اللي غادي نعرفوه دابا، لكن قبل ما نكملوا خلوا دعاء الاخوان ديالنا في فلسطين في التعليقات، الله يفرج عليهم يا ربي. باش تعترف باي دوله كيف ما بغيت تكون خصها تكون عندك سفاره فيها. واش الجزائر عندها سفاره في فلسطين؟ انت ما عندكش حتى سفاره في فلسطين، يعني راك ما معترفش بها. كيفاش كتوهم شعبك انك كتدافع عليها وانت ما عندكش حتى سفاره فيها؟ واش الجزائر سلحات فلسطين ضد اسرائيل؟ الجواب هو لا. ولكن واش سلحات البوليزاريو ضد المغرب؟ الجواب هو مع الاسف. واش الجزائر كتهجم سياسيا واعلاميا على الاردن، على مصر، على تركيا، على الامارات اللي مطبعين كاملين مع اسرائيل؟ الجواب هو لا. واش الجزائر قطعت علاقتها مع حليفها الروسي المطبع مع اسرائيل؟ الجواب لا. واش الجزائر مولات القضيه الفلسطينيه ب 750 مليار ديال الدولار؟ الجواب عاوتاني هو لا. ولكن مولات بصح، مولات مرتزقه ديال عصابه البوليساريو بكثر من هذا الرقم، ومولاتها من اموال الشعب الجزائري. هل الجزائر مع حل الدولتين الفلسطينيه والاسرائيليه الاتفاق 67؟ الجواب هو اذا الجزائر مطبعه مع اسرائيل. الجزائر معترفه بالبوليساريو اللي غير معترف بها اصلا في هيئه الامم، وفاتحه فيها سفاره وقنصليه اللي هي اراضي موروثه على الاستعمار، وفلسطين ما فاتحه فيها حتى سفاره. فكيفاش ممكن تقنعني انك معترف بها وانك تساندها وانت اصلا ما داعمهاش بابسط الحقوق انك تفتح فيها سفاره؟ المغرب بنى مطار في فلسطين في عهد الحسن الثاني. اشنو بنات الجزائر؟ فلسطين. والحسن الثاني الله يرحمه هو اللي مشى فتح ذاك المطار في فلسطين. بين العلم المغربي والعلم الفلسطيني على طائرة الخطوط الملكية المغربية، تحية إلى الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس. نعم، تحية ووفاء. ونحن على أرض مطار غزة أن نفتخر ونعتز بعطاءات شعبنا وقدراته على البناء وعلى التعمير. تحية إلى الخطوط الملكية المغربية، تحية إلى الملك الحسن الثاني، تحية إلى المغرب وإلى الشعب المغربي الشقيق يقف معنا في هذه الساعات التاريخية التي نحاول من خلالها أن نجسد الحلم حقيقة على أرض وطننا الفلسطيني العظيم. عطينا رئيس واحد جزائري مشى لفلسطين ولا مشى للقدس كيدعم فلسطينيين في قضيتهم، دعمهم غير معنويا بلا ما يكون ماديا، غير بالوجود ديالو بالحضور ديالو. بلا ما تعطينا رئيس، عطينا غير وزير، ما كاينش. فكيفاش ممكن تقنعني انك كتدافع على قضيه فلسطينيه؟ الملك محمد السادس بنى اكبر مستشفى في فلسطين وافتتحوه غير هذه عامين. اشنو بنات الجزائر في فلسطين؟ كاينش مع الاسف. بدعم من جلالة الملك محمد السادس افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس التخصصي في مدينة غزة. من العناية المركزة بحب أوجه الشكر والتقدير لجلالة الملك، وذلك استكمالا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة المغربية اتجاه الفلسطينيين والإنقاذ المرضى من الواقع الصعب. أشنو بنات الجزائر وقدمت الفلسطينيين من غير الشعارات باش تخفف عليهم؟ واش الجزائر كتدعم الفلسطينيين في صندوق مال القدس؟ الجواب هو لا مع الاسف. هذا الصندوق اللي كتدعم فيه جميع الدول العربيه ما عدا الجزائر. المغرب كيدعم فيه ب 87% من المجموع الصندوق كامل. شنو قدمت الجزائر لفلسطين؟ هذه الحقيقه اللي ما عارفينش بزاف ديال الجزائريين، ولكن عارفينها الناس ديال فلسطين واللي ساكنين في فلسطين، عارفين شكون كيدعمهم وعارفين شكون كيستغل قضيتهم من اجل قضيه الجزائر الاولى اللي هي البوليزاريو. اليوم احنا شو المغرب والشعب المغربي بقدم لنا كفلسطين وبقدم لصمود القدس اهتمام خاص للقدس البلدة القديمة، فقامت بترميم وتأهيل 7 مساجد بالبلدة القديمة، وتمكنت من اقتناء 4 عقارات و4 حقوق منفعة لأراضي تم وقفها لفائدة دائرة الأوقاف الإسلامية لتحويلها لمدارس أو مرافق خدمية ولحمايتها من التسريب لليهود. المغرب بتحمي في عقاراتنا وبتحمي فيها من إيش؟ من التسريب للعدو الصهيوني. هي قائمة بترميم 4000 عقار، هذا مش مني، هذه مثبتة
ومعلومات بتلاقيها في الأوقاف الإسلامية في القدس. يعني كل واحد مهمش مش قادر يسكن المغرب بتقويه في القدس الشريف. عندهم مؤسسة للناس اللي عندهم مش قدرات فيزيائية ومشاكل على مستوى الاحتياجات الخاصة بالساعد. دعم برامج المؤسسة الخيرية الإنسانية من خلال توزيع معونات على المحتاجين شهريا. فكل هذا المرتزقة اللي بتطلع، أول إشي سألناكم سؤال: من أنتم؟ لماذا المغرب؟ هاد الشعارات كامله ماشي من اجل فلسطين، صدقوني هاد الشعارات كامله من اجل بوليزاريو، قضيه الجزائر الاولى، باش من ينوضوا الدول العربيه ويقولوا الجزائر علاش كدعمي البوليزاريو ضد المغرب، وينوض الشعب الجزائري ويقول له علاش كدعموا البوليزاريو من فلوسنا ضد المغرب، غادي يقولوا لهم حنا كندعموا كاع الشعوب في العالم من اجل تقرير مصيرها، حنا كندعموا فلسطين، ياك حنا كندعموا فلسطين. كتاب الجغرافيا كرزق الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، هاولي كيجمعوا الكتاب تاع الجغرافيا تاع وليدي الصفحه 64 القدس عاصمة إسرائيل. روحوا للكتاب تاع الجغرافيا، القدس عاصمة إسرائيل، وراهم الرجال اللي ماتوا، وراهم الجزائر ظالمة ومظلومة مع فلسطين. فلسطين غير سكة كتلقى بها الجزائر طريق لأي سؤال بحال هكا، والدليل على كلامي هو أن هاد الشعارات هي مجرد كلمات من أجل دغدغة مشاعر الجزائريين. الواقع هو قمع مظاهرات الجزائريين مع فلسطين، وفي المواقع شعارات الرنانه نحن مع فلسطين. ولكن الجزائر ما تقدرش تدعم حق تقرير المصير في كاتالونيا خوفا من اسبانيا، ولا تدعم حق تقرير القرم خوفا من روسيا، ولا حق تقرير مصير هونغ كونغ خوفا من الصين. وما كتهمهم لا فلسطين لا غيرها، كيهمهم فقط مصالحهم الخاصه. ومن هنا نستنتج ان الشعارات نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه ما هي الا طريق كيدوز عليها الدعم الحقيقي العسكري والمادي ضد المغرب. رسالة إلى الشعب الجزائري: نحن دولة جارة وأكثر من هذا إخوة، والبوليزاريو هو سبب خرابكم. الله يهدي الكبرانات ديالكم اللي كيصورون لكم كعدو في الإعلام اللي كيغسل دماغكم. فيقوا شوية، راه الناس هربوا عليكم. وإلى فلسطين صبرا ونصرا من الله غير بعيد. عندما أتكلم على فلسطين فأنا أتكلم عن العالم، عن الحب الذي لا يموت أبدا. صبرا صبرا يا فلسطين، الله يفرج عليكم يا رب. هذا الفيديو هو دفاع وتوضيح على الهجوم اللي كيتعرض ليه المغرب هذه الايام لبلد لم يقدم ولو ربع ما قدمه المغرب لفلسطين. بين قوسين، الا كانت عندك قناه ولا انستغرام ولا غيرها وما قدرتيش تهضر على القضيه الفلسطينيه خوفا من ان القناه تسدلك ولا التفاعل عندك ينزل، فبغيت نقول لك غير سير حرق ديك القناه احسن لك. لاش لايقه ديك القناه ولا ديك الانستغرام ولا ديك التيك توك الا ما قادرش تهضر على قضيه اللي هي قضيه امه باي شكل من الاشكال، انتقاد، حلول، لوم، مقارنه، مهم تهضر على قضيه هي قضيه فلسطينيه. خايف يسدوا لك الادس ولا ما يبقوش يعيطوا لك الاشارات. انت وانا وحنا كاملين عارفين قوه وسائل التواصل الاجتماعي، ما تكونش اناني، فكر غير في راسك. كان معكم خوكم عادل الشرقاوي، ما تنساوش لايك، اشتركوا في القناه وضغطوا لي هذاك الجرس. وهذا الفيديو حاولوا تبارطاجيوه الماكسيموم مع صحابكم. نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه فيديو جديد، موضوع جديد. تهلاو لي في راسكم. الله ينصر خوتنا في فلسطين يا رب.